السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وليلة ما قبل لقاء القمة يوم الأحد في نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك. في حاجات كتير كده غريبة حصلت الفترة اللي فاتت. طبعا كان فيديو شفت كام حد كده من بتوع الزمالك أو اللي هم صناع المحتوى الزملكاوية يقول لك الزمالك هينزل الماتش ده مش مضغوط، مش نازل، مش خسران حاجة، وان الاهلي هو اللي عليه الضغط. وحاجه تانية دي هتكلم فيها اللي هو زيزو طبعا هيبقى نازل الماتش ده مضغوط ومش هيلعب كورته اللي هي يعني معتادين عليها. طيب اول حاجه صناع نادي الزمالك بيحاولوا يصدروا الضغط، او صناع الكونتيننت او المحتويات بيصدروا الضغط للنادي الاهلي. ليه؟ اصل احنا مش فارق معانا، احنا داخلين القمه بلعيبه مكسحه ولاعيبه مش عارف مين ومين. بقول لك ايه يا باشا، انت نادي الزمالك داخل وصلت نهائي، انت هتقطع نفسك عشان ولا مؤاخذه. انت بالنسبه لك الفوز على الغريم التقليدي لا قدر الله اللي هو النادي الاهلي هي بالنسبه لك دفعه للامام ومشكله للنادي الاهلي. وانا بقول ان النادي الاهلي ان شاء الله ان كسب كأن يستروب بيقدم اوراق اعتماده مع النادي الاهلي، يا اما انت بقى راجل نصاب زي ما بيقولوا. انت جاي بقى اللي هو ايه، تقلب عيشك في النادي الاهلي. وهو ده بقى اللي انا عايز ارجع اتكلم فيه، ان انت ما يبقاش الناس في النادي الاهلي شايفه ان الزمالك لا ده بص ده اصابات، ده مش عارف ايه، ده مش عارف ايه، ده اداء مش عارف ايه. هو الزمالك لعب باداء دفاعي وهو كابوس بيراميدز زي ما بيقولوا، بيعرف يكسب بيراميدز بالتخصص. تعال بقى نتكلم بقى في الصح بقى. دلوقتي النادي الاهلي لعيبته تبقى نازله مركزه 100%، تنزل تعمل نفس اللي اتعمل في سيراميكا كليوباترا. وعايز اقول لك ان انت لو ضغطت اول 20، يعني مش هقول لك اول 20، اول 10 دقايق على الزمالك وقدرت تسجل جون الزمالك هينهار. نيجي بقى للحاجه الثانيه ودي الانقح، زيزو، احمد السيد زيزو. ناس كتير قوي من بتوع صفحات التواصل اللي هم برضه في صناع زملكاويه محترمين قالك يا جماعه بلاش حد لا يشتم لا بامه ولا بابوه ولا بمراته ولا واحنا عارفين ان ده مش هيحصل. جماهير الزمالك هتنزل هتطحنوا كلام وسباب وهتاف والكلام ده. طيب تعال نتكلم في اداء زيزو. لو هو فعلا هينزل يلعب اول قمه، حد من الزملكاويه التقال انا اعرفه قوي كان بيلعب في جيل شيكابالا واحمد غانم سلطان والكلام ده، قال لي بص زيزو لو نزل كتغييره ممكن يدي الاهلي، لكن لو بدأ من الاول ده بقى اللي هيفرق. هل هو زيزو هيعرف يتعامل مع الضغط ده ولا لا؟ هل هيعرف يتعامل مع ضغط ان الجماهير تقعد تشتمه وتسب وتعمل ومش عارف ايه، ولا هو هينساق بقى للضغط وخلاص وهينزل هيحصل معاه زي ما حصل مثلا كلنا شفنا الكسندر ارنولد في ماتش ليفربول وريال مدريد. كان نازل مش تايه، نازل خايف، بيبصي الكوره اللي هو ايه انا عايز اخلص منها. جمهور بيديله كلام او بيعمل عليه اصوات اللي هو وحش ومش عارف ايه والكلام ده. بس طبعا بقى هم بره يعني راقيين شويه، بس هم برضو خلي بالك يعني عشان ما نقولش ان الغرب ده ملايكه، هم مش ملايكه خلي بالك، عندهم سب ولعن وشتيمه واوسخ مننا. عشان بس ايه، يعني هم يمكن مثلا ايه استهجنوا صيحات استهجان على ارنولد، لكن لا هم برضو يا ابني هم اسوأ ما يمكن، خلي بالك يعني. انا بقول بس ايه كمثال. طيب انت كنادي الاهلي تنزل تلعب كضغط اهم حاجه، ودي الانقح، الدفاع. ان انت مش هينفع، خلي بالك انت هتلاعب لعيبه الزمالك هتبقى نازله انا عايز اعمل اي حاجه، انا عايز اخد اي كوره، عايز اخد اي حاجه، اي لقطه. الزمالك خلي بالك لو اذا لا قدر الله سجل هيرجع يدافع وهيلعب على المرتده، وهو اصلا الزمالك هيلعب الماتش ده على المرتده. فاتمنى من الله ان انت بعد يعني يوم الاحد ان شاء الله النادي الاهلي ينزل يريح نفسه الشوط الاولاني ويكسب على الاقل ويسجل بسكور بجونين او ثلاثه على الاقل. على الاقل لو حصل لخلخه او حصل زي مثلا ما حصل في ماتش سيراميكا تقدر تتدارك الموقف. اتمنى ان شاء الله ان الماتش ينتهي بفوز النادي الاهلي وببطوله النادي الاهلي، واتمنى ان المنظر العام يبقى منظر كوره تعبر عن الكوره المصريه، ويبقى فيه روح رياضيه ولا سب بقى ولا لعن، لانها في الاول في الاخر يا باشا بلاش لا تاخد لا انت ولا هو شويه ذنوب، وفي الاخر اللعيبه 22 لاعب بياكلوا الشهد والذهب واحنا بنحرق دمنا وبناخد ذنوب. شكرا.
وما تنسوش يا جماعه الشير واللايك والسبسكرايب والحاجات دي. سلام عليكم.